أكلتنا الملوكي بقى المشاوي النهاردة، حاجة كده سهلة مع خضار مشوي، ما كمان قدمته كمان مع رز أبيض بالحبهان والتومية. لو انتي حابة تقدميه في سندوتشات للولاد وهم رايحين المدارس، جعانين بالليل حابة تعمليهم حاجات خفيفة، الوصفة دي خطيرة جدا. تعالوا نشوف احنا عملنا المشاوي دي ازاي. بجيب عندي هنا حبيتين من البصل، ببشرهم كده بالمبشرة، وكمان 3 حبايات من الكوسة معايا، اللهم بارك، وجزراية صغيرة. كله ببشر كده الخضار زي ما حضراتكم كده شايفين، اللهم بارك. أنا عايزة الولاد عندي يستفادوا بالقيمة الغذائية بالخضار، ما شاء الله. ادي الخضار معايا جهز، اللهم بارك. بجيب بقى عندي هنا اللحمة المفرومة، ده أقل من ربع، ما شاء الله. بجيب بقى شوية كمان من الشبت على البقدونس، ما شاء الله. واجيب بقى البهارات، كل حاجة عندي معلقة صغيرة، فلفل أسمر، كمون، بابريكا، كزبرة ناعمة، وكمان معلقتين كبار من البقسماط. احط عندي كمان معلقة كبيرة من الزيت، واخلط بقى كل المكونات كده مع بعض، ما شاء الله. ادي انا نسيت احط الملح، بس دلوقتي انا افتكرته، هحط دلوقتي معلقة صغيرة من الملح، ما شاء الله. ادي اظبط بقى كده عندي خلطة الكفتة او المشاوي معايا. بجيب بقى عندي هنا صينية بفرد فيها ورق زبدة، واروح فردة عندي المشاوي بتاعتي، ما شاء الله. دي اخواتنا السوريين يا جماعة مسميين ديت كباب، يعني حاجة بصراحة تستاهل ان انتوا تجربوها، خطيرة جدا ما شاء الله. دي اروح فردها عندي على الورق الزبدة، واقطعها كده مربعات كده زي ما حضراتكم كده شايفين. والمكان الفاضي اللي في الصينية ده بحط كده فيه شوية خضار كده، طماطم على فلفل على بصل كمان، ما شاء الله. بشوي بقى الخضار معايا كده، ما شاء الله بيطلع طعمه خطير جدا. ادي ادخلها بقى على الفرن عندي، تطلع بقى شكلها زي ما حضراتكم كده شايفين، اللهم بارك، سخنة جدا. علشان ازود التست معايا بروح مولعة عندي فحم، ما شاء الله، وشوية زيت كده عليهم يطلع معايا الدخانة، واقفل على الصينية بورق فويل. بجهز بقى عندي التومية، كوبايتين من المية، وكمان 3 معالق ونص كبار من النشا، احطهم على البارد، وبعد كده على نار متوسطة اسيب الخليط يتقل معايا. الخليط تقل معايا بروح على طول حطاه عندي في الخلاط مع 5 فصوص كبار من الثوم، وكمان شوية من المية. بحط بقى شوية من الزيت، معلقة كده صغيرة من الزيت، وكمان رشة من البابريكا، ورشة من الكمون، ورشة من الكزبرة، وكمان اظبط عندي الملح نص معلقة صغيرة. اضربهم كده ضربة كده في الخلاط، بيطلع معايا الخليط متماسك جدا، واحلى تومية يا ست الكل، ما شاء الله. انا هنا بقى قدمناه مع رز ابيض بالحبهان كده، حاجة كده سهلة وبسيطة، اتمنى حضراتكم تجربوه، وفعلا ان هي تستاهل ان انتوا تجربوها، وصفة خطيرة جدا وبألف هنا وشفا، ما شاء الله. شايفين حضراتكم لونها، اللهم بارك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.